نعم، إني راعي الأغنام، ولكني لا أستطيع أن أتصرف فيها لأني مؤتمن ولست ساقيكما. نعم، عندي بين الأغنام شاة حائل لم ينز عليها الفحل. ها هي الشاة الحائل، إنها ضعيفة لا خير فيها. أعجب ما يحدث أمام عيني، إنها والله لآية لا عهد لأحد بها، وإني والله لقد رأيت اليوم ملكا يأتي الخير بين يديه ساعيا. ما أكرمك، ماذا جرى لقلبي؟ إنه مثل ورقة تتحرك في الفلاة، إن قلبي يكاد من فرحته أن يشق صدري. لقد قال لي الكريم هذا إنك غلام معلم، وإنها والله لتملأ قلبي بالخير كله. ماذا ألم بك يا بني؟ فأنت على حالك منذ أن عدت من المرعى. والله يا أبتي لقد رأيت في نهاري هذا ما يجعلني لا أقدر على تفسيره. لقد كاد قلبي يطير من صدري خلف ضيف كريم أتاني في نهاري يطلب السقيا، ولكن بدلا من أن أعطيه لبنا أعطاني هو البركة، وحل في الأغنام الخير الوفير. لقد سمعت بأذني الأغنام وكأنها تغني يا أبتي. ما لك تسير خلف محمد بن عبد الله؟ منذ أن رأيته أول مرة لم يفارق قلبي نوره، والله لقد نذرت روحي له وبايعته على اتباعه. إننا نرضى بأن نكون أتباعا لهؤلاء، فاطردهم عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. والله ما سمعت قريش القرآن يجهر به أمامهم قط. إن شاء الله سيصدح القرآن يسمع الأرض، والله خير حافظا. عندما يحين الإذن سيقرأ القرآن. فمن يسمعهم القرآن؟ عبد الله يسمعهم كلام الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا ما خشيناه عليك، هذا ما خشيناه عليك. ما كان أعداء الله أهون علي منهم، وإن شئتم أذهب غدا بمثل ما أتيتهم اليوم. حسبك يا ولدي، فقد أسمعتهم ما يكرهون. لقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينك وبين معاذ بن جبل من الأنصار. لقد من الله عليك بدار تقع جوار مسجد رسول الله، هكذا أصبحت لا تفارقه صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت بحبه غريقا مستسلما، وليس في نفسي من نفسي شيء، وليس في قلبي سواه. أقرأ عليك يا رسول الله وقد نزل عليك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. لقد أشار النبي بيديه الشريفتين إلى ابن مسعود أن حسبك يا ابن مسعود، فقد غلب البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. هل أسر سهيل بن بيضاء؟ نعم، لقد أسر. أليس هو من أعداء المسلمين؟ ألا يحارب في صفوف أهل الجاهلية؟
أتشفع له يا رسول الله، وليس لغرض في نفسي ولا لسبب يخصني، لكنني والله لا يشهد أنني أحبك حبا لا أدرك أبعاده، ولقد سمعته يا رسول الله يذكر الإسلام بخير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدوا هدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. الحمد لله. لماذا تهرول يا ابن أم عبد؟ أمرني بذلك رسول الله. يا لدقة ساقيك يا عبد الله، إنها مثل الحراب أرفعهما سمكا. يا ليومك يا عبد الله ويا لسعدك. لقد غضب رسول الله من تضاحك الأصحاب على ساقيك. وما قاله صلى الله عليه وسلم: تضحكون من ساقي ابن مسعود، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود. قال صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. وكأنه يوصيهم بأن يحاكوا قراءته ويتعلموا منه كيف يتلون القرآن. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أبو بكر الصديق خليفة المسلمين يطلبك يا عبد الله في حرب الردة. إني قادم لأجاهد مع خليفة المسلمين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. يقول أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه: ناشدتكم الله، أهو أصدق من قلوبكم؟ قالوا نعم. قال: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل. لقد قرأنا قرآنا فأحل حلاله وحرم حرامه،
فقيه في الدين، عالم في السنة. رجل قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، أين هو؟ هو في الجنة. أعد أيها السائل السؤال على الأمير، فلعله لم يفهم. رجل قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، أين هو؟ هو في الجنة. يا أمير، أنا لا أقول هكذا. فما قولك إنه قتل؟ أقول في سبيل الله، فأصاب الحق فهو في الجنة. لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين ظهوركم. يا عبد الله، ما لك يا رجل؟ لقد قتلوا سيدنا عثمان خليفة المسلمين. لئن قتلوه لا يستخلفون بعده مثله. لقد من الله علي ورسوله ب70 سورة لا ينازعني فيها أحد. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا صياحا، فحامل نور الله حافظ القرآن قلبه حي لا يموت أبدا.